يا مساء الحلويات صديقي، اهلا وسهلا بيك بفيديو جديد من فيديوهات حل اسئله كتاب الامتحان مراجعه نهائيه 2024. فيديو النهارده برعايه الاهلي. بدايه الفيديو عايزك كده ان شاء الله تدعي ان الاهلي يكسب افريقيا عشان نروق عليكم كده بهديه كويسه جدا. يا رب الاهلي يكسب افريقيا ويا رب الاهلي يكسب الترجي، وان شاء الله نحتفل بال 12 مع بعض في الفيديو اللي جاي. سريعا كده عشان ما اطولش عليك، فيديو النهارده هنحل فيه اسئله المناعه في كتاب الامتحان. المناعه الاول لازم تكون فاهمها شرح كويس ولازم تكون فاهمها بالترتيب، وعشان كده يا صديقي احنا اشتغلنا الاول على فيديو الشرح واللي موجود في كورس المراجعه. ثانيا بقى يا صديقي، النهارده باذن الله هنلم المناعه حل مع كتاب الامتحان. اسئله كتاب الامتحان مغطيه اغلب الجوانب اللي ممكن تكون ما تاخدش بالك منها من الشرح. يعني التفاصيل الصغيره اللي ممكن تسقط منك في الشرح هتلاقيها كلها موجوده معانا النهارده. فعشان ما اطولش عليه خلينا ندخل في الموضوع على طول، ويلا بينا. يلا بينا. اول اسئله بتتكلم على مفهوم المناعه. بيقول لي اي مما يلي يعتبر الاكثر خطوره على حياه النبات. ماشي، اكثر خطوره يبقى انت كده بتتكلم على ترتيب المسببات بتاعه المرض عند النبات، واللي بتبدا بالاعضاء الخطره اللي هي الاعداء الحيويه، ثم المواد السامه، ثم في الاخر الظروف الغير مناسبه. الجفاف يعتبر ظروف غير مناسبه. تمام كده خلاص، فتعتبره في الاخر. تمام، الجفاف هتعتبره ظروف غير مناسبه. تمام، الرياح نفس الكلام. الجفاف والرياح والحرارة العالية، التلاتة دول اسمهم ظروف غير مناسبة. لكن المخلفات الصناعية تصنف تابعة للمواد السامة، عشان كده صديقي هنختارها هي الأكثر خطورة. طب لو جاب لي مثلا عدو حيوي زي الفيروسات، البكتيريا، الميكروبات، الفطريات، الكلام ده كله أكيد طبعا كنت هختارها، لأن دي أعلى خطورة من المخلفات الصناعية. ولو جاب لي غاز سام برضه كنت هختاره، لأن الغازات السامة أعلى خطورة من المخلفات الصناعية. فرقم 2 بيقول لي أي مما يلي ليس من آليات الدفاع في الكائنات الحية. آليات الدفاع عندنا اللي ذكرهم الكتاب التمويه والهروب وإفراز السموم. تكوين حويصلة كيتينية في الأميبا، دي بتحمي نفسها من الظروف الغير مناسبة ودي تعتبر من آليات الدفاع. تغيير لون الجسم تعتبر تمويه. إفراز السموم تعتبر آلية دفاع. تمام، انشطار ثنائي متكرر ده ملوش علاقه خالص بالحمايه، ده ليه علاقه بالايه التكاثر، وبالتالي هنختار الانشطار الثنائي المتكرر. فرقم 3 بيقول لي اي مما يلي من وسائل التمويه في الكائن الحي. الجري هروب وبالتالي مش هنختاره. افراز السموم يعتبر هجوم مش هنختاره. تغيير اللون هو التمويه، لكن افراز العرق لا يعتبر من وسائل التمويه. رقم 4 بيقول لي اي مما يلي لا يمثل مرحله من مراحل المناعه. طيب، احنا عندنا المراحل المناعيه 3: منع انتشار، منع دخول، ثم منع انتشار، ثم القضاء على الكائن الممرض. منع العامل الممرض من الانتشار دي من مراحل المناعه. التعرف على مسبب المرض دي من المراحل اللي هي بتيجي بعد منع الدخول. تمام، مهاجمه مسببات المرض دي المرحله الاخيره. لكن افراز السموم ما يعتبرش من مراحل المناعه. تقول لي ازاي يا مستر ده افراز السموم ده مهم جدا؟ لا يا صديقي، لازم تفرق ما بين وسائل الدفاع عن النفس ووسائل المناعه. تقول لي ازاي؟ وسائل الدفاع عن النفس انت بتحمي نفسك او بتدافع عن نفسك ضد الكائن الممرض، اللي هي التمويه. تمام كده خلاص، الهروب، الافراز السموم. لكن وسائل المناعه عندك اللي هي وسائل منع الدخول، منع الانتشار، وسائل القضاء على الكائن الممرض. فرقم 5 بيقول لي ما نوع الخطر الذي يواجه النبات في الشكل المقابل. الواضح من الشكل هنا ان في دوده بتاكل الورقه، فطبعا دي اعداء حيويه خطره، وبالتالي هختار حيوي عالي الخطوره. فيزياء ينشا عنه اضرار بالغه. ممكن يقصد هنا الحراره، ممكن يقصد مثلا اللي هي الحاجات الفيزيائية زي الحرارة مثلا، زي ايه تاني؟ لا، ما هو الحرارة بس تعتبر هي اللي فيزيائيا، او اللي جاي في دماغي دلوقتي فيزيائيا يعني. تمام. كيميائي سام للنبات يقصد هنا المواد السامة، المخلفات الصناعية اللي هي الصرف الصحي الغير معالج، كل دي ايه؟ خطر كيميائي. نروح بقى للجزء بتاع آلية حدوث المناعة التركيبية في النبات. ماذا سيحدث إذا تعرضت قصيبات الخشب لغزو؟ غزو القصيبات يبقى أنت على طول دماغك تروح للتلوزات. لمنع انتشار كمان يبقى كده التلوزات 100%، وبالتالي هختار نمو الخلايا البرانشيمية، لأن أساسا التلوزات نموات من الخلايا البرانشيمية المجاورة للقصيبات والأوعية، وبالتالي ألف تنفع. ترسيب الصموغ لا يعتبر وسيلة لمنع الانتشار، ده وسيلة لمنع الدخول، وده بنتيجة القطع أو الجرح، ملوش علاقة بالغزو بتاع الأوعية والقصيبات. تكوين الفلين نفس الفكره، منع دخول، وده ملوش علاقه بالغزو بتاع بقطع الغزو القصيبات. ده لما النبات يتعرض لقطع او تمزق، سقوط الاوراق، ده هيسبب تكوين الفلين، ملوش علاقه خالص بموضوع غزو القصيبات.
رقم 7 بيقول لي، طبعا 7 هنا بيشاور على التلوزات، لان واضح جدا ان في نمو وتمدد للخلايا المجاوره لاحد الاوعيه. خلاص، وبيقول لك هيفه فطريه. الهيفه اللي هي الهيفات اللي هي الخيوط بتاعه الفطر نفسها، يعني اسمها هيفات. يعني معنى كده ان الوعاء هنا تعرض لغزو فطري، وده نتج عنه طبعا تكوين التلوزات. بيقول لك اي العبارات التاليه صحيحه عن التركيب س. طبعا تركيب س ده اللي هو تلوزات، وده مناعه تركيبيه، وبالتالي دائم بعد تكوينه. ده كلام صح، لان احنا قلنا لك المناعه التركيبيه سواء مكتسبه او حتى فطريه. فلو فطريه مش هنبدا من الصفر ولا هتبقى ثابته على طول. اما المكتسبه فهتبدا تزيد، هتبدا من الصفر وتزيد تزيد بعد كده هتثبت مدى الحياه، لان انت دي تركيبات انت رسبتها، فبالتالي مش هينفع تحوشها مره تانية. وبالتالي الف صح. يساعد على النمو؟ طبعا اكيد لا. طبعا مش الناس اللي بتقول هيفا وهبي دي، انا عارفها. هو هيفا الفطر ده اللي هيفات الفطر. تمام. له وظيفه اساسيه في تدعيم النبات. تمام. ولا يتمدد؟ لا طبعا ملوش علاقه بموضوع التدعيم ده، بالعكس ده هو بيقلل وصول الميه للاوعيه، فهيقلل الدعامه الفسيولوجيه. يتمدد مما يزيد من وصول الماء؟ بالعكس ده بيقلل وصول الميه. طب تعالى بقى نروح لرقم 8. بيقول لي راسم لي ساق نبات جذع يعني، والجذع ده مقطوعه منه الطبقه الخارجيه اللي هي اللحاء ومتبقيه الخشب يعني. فبيقول اي وسيله تكون فعاله في الحاله المقابله. طبعا طالما الخشب سليم مستحيل تكون تلوزات. هتقول لي طب ما اللحاء، اقول لك اللحاء ملوش علاقه، اللحاء ما عندوش برانشيمه خشب تنمو وتكون التلوزات يعني. تكوين الفلين ولا انتفاخ الجذور الخلويه ولا الحساسيه المفرطه؟ طيب اولا انت هتكون الفلين مفيش مشكله. تمام. يعني تكون الفلين ما فيهوش اي مشكله، لان انت هنا يعني قطعت الطبقه السطحيه للنبات. انتفاخ الجذور الخلويه مش ده السبب، لان اولا الجذور الخلويه لمين بالظبط؟ انت هنا اثرت على الطبقه الخارجيه، اللحاء الخارجي للجذع يعني، فتنتج عن ده ايه؟ قطع طبعا، وبالتالي ايه؟ تكوين فلين. تمام. لكن انتفاخ الجذور الخلويه ملوش علاقه بالموضوع. انتفاخ الجذور الخلويه ده بيحصل لما الخليه نفسها تتعرض لهجوم او لمحاوله اختراق. والحساسيه المفرطه لما الكائن الممرض ينتشر، لكن دي قطع او جرح او الكلام ده كله. فالموضوع له علاقه بتكوين الفلين او حتى اسمه ايه ده، ترسيب الصموغ. بس هنا ما ينفعش ترسيب صموغ، لان ده قطع سطحي في طبقه احدى الطبقات السطحيه. الصموغ بتتكون لما يكون في قطع ايه داخلي عميق في الساق نفسها. في رقم 9 بيقول لي اي مما يلي لا يعتبر من العوامل المؤثرة على كمية الصموغ التي تنتجها إحدى الأشجار. ماشي. حجم القطع، أكيد طبعا كل ما القطع كان حجمه أكبر كل ما كمية الصموغ اللي هتترسب أكتر. الزمن اللازم لسد القطع، أكيد طبعا ما أنت لما تسد القطع خلال دقيقة هتكون رسبت صموغ مثلا أقل من لما تسد القطع خلال دقيقتين من الوقت. وكل ما كان أطول كل ما كمية الصموغ اللي هتترسب كانت أكبر. وبالتالي مش هنختارها لأنها من العوامل المؤثرة. كمية المستقبلات المؤدية لحدوث الاستجابة طبعا أكيد هتأثر. تمام كده خلاص، لأن أنت كل ما كانت المستقبلات أكتر كل ما عملية التحفيز نفسها كانت أعلى، وبالتالي هنا هترسب صموغ أسرع وأكتر. وبالتالي ج هنعتبرها من العوامل المؤثرة. لكن زيادة انقسام الخلايا الميرستيمية ملوش علاقة، لأن زيادة انقسام الخلايا الميرستيمية يا صديقي هيزود سمك النبات، وزيادة السمك يعني هيحصل تشققات وتمزق، والتمزق ده هيؤدي الى تكوين الفلين ملوش علاقه بالصموغ. وبالتالي د هي التي ليست من العوامل المؤثره، وبالتالي هنختارها. في رقم 10 بيقول لي الشكل المقابل يمثل احدى المواد الكيميائيه معقده التركيب يعني، اللي هي الصموغ يعني. اي العبارات التاليه صحيحه عن هذه الوسيله؟ تتصلب بعد فتره فتمنع انتشار؟ لا ملهاش علاقه بمنع الانتشار هي. تمام. تفرز داخل الاوعيه الخشبيه؟ لا طبعا دي مش التلوزات. لا تستطيع الميكروبات تحليلها فتمنع دخولها؟ ده كلام صح. الصموغ من المواد اللي صعب تحليلها على الكائن الممرض. تحيط بالغذاء الفطري؟ لا طبعا ده الغلاف العازل اللي بيحيط بالغذاء الفطري. رقم 11 ادرس الانسجه النباتيه التاليه. طبعا واحد، انت لو ما تعرفش واحد فانا هخليني اقول لك 2. ده اللي هو النسيج البرانشيمي، لان انت هتلاقي فيه فراغات ما بين الخلايا والجدار الخلوي كده رقيق. و3 ده اللحاء، و4 ده الخشب. فبالتالي قدامك واحد ده في الغالب بيكون الرسمه دي يعني بتتاخد على هيئه نسيج الكولينشيمي، باعتبار ان الماده اللي بتملى الفراغ اللي ما بين الخلايا دي سيلولوز وكده. اي الانسجه مسؤول عن تكوين التلوزات؟ طبعا البرانشيمي اللي هو رقم 2. اي الانسجه مسؤول عن نقل مركبات تنشيط الحمايه ومقاومه داخل النبات؟ الجزئيه دي انا قلتها في الشرح في اخر حاجه في النبات، اخر حاجه في درس النبات يعني في حصه المراجعه، لما جيت قلت لك ان احنا ان ممكن عادي النبات مثلا
ان احنا مثلا ندي تطعيم للنبات، فنحط التطعيم ده عباره عن قطعه كده بنحطها في احد اجزاء النبات يعني. المهم ان الجزء بتاع التطعيم ده بينتقل عبر اللحاء الى اجزاء النبات المختلفه. كمان ان ممكن احدى اوراق النبات تنتج ماده مقاومه، والماده دي تنتقل عبر اللحاء. فالمركز الرئيسي لنقل المواد الكيميائيه او المواد المقاومه والكلام ده كله هو اللحاء. طب ليه مش الخشب؟ الخشب يبقى اتجاهه لفوق بس، لكن اللحاء اتجاهه لفوق ولتحت. فلو انت عايز توصل حاجه لجميع اجزاء النبات هتوصلها له عن طريق اللحاء مش الخشب، وبالتالي هتبقى الاجابه رقم 3. في رقم 12 بيقول لي في الرسم البياني المقابل تمثل واي قطر ساق النبات، فأي مما يلي يمكن أن يمثل إكس. طيب هو القطر كل ما زاد تكوين الفيل، طبعا قطر النبات اللي هو سمك النبات هيزيد، هيحصل تشققات فتكون فيلين أكتر، فطبعا هيبقى الإجابة تكوين الفيلين، مع إن المفروض يبقى العكس، مع إن المفروض تبقى إكس. يعني هي اسمه ده قطر الساق، وواي ده اللي هو الفيلين، ده المفروض يعني دي العلاقة الصح يعني. رقم 13 بيقول لي رقم 13 ايه بيقول ايه بقى؟ ادرس الاشكال المقابله ثم حدد اي منها لا يمثل دخول الفطر من خلال فتحات طبيعيه. يعني ايه فتحات طبيعيه؟ بص يا صديقي، الفتحات الطبيعيه في النبات اللي هي العديسات، تمام كده خلاص، اللي هي اسمه ايه ده، الصغور الهوائيه، لان هي لما النبات بيفتحها بتمثل هي دي فتحه طبيعيه موجوده في النبات بشكل طبيعي. وبالتالي الحاجه اللي اما الاقي الفطر بيدخل عن طريق الصغور فمش هختارها، لان دي تعتبر فتحه طبيعيه. هو عايز حاجه مش ما تمثلش فتحه طبيعيه. فلو ركزت هلاقي ان س وعين فتحات طبيعيه، لكن صاد ده قطع في النبات نفسه او شق في النبات نفسه، وبالتالي هختار صاد فقط. لكن س هتلاقي يد الخلايا الحارسه اهي، وعين برضه هتلاقي فيه خلايا حارسه. فرقم 14 بيقول لي أي الأشكال التالية يمثل نجاح مناعة النبات في منع انتشار الفطر بعد الاختراق. والنبات الفطر اخترق وبعد كده هنمنع انتشاره بعد الاختراق. طبعا د هنا نجح قبل الاختراق، لسه ما اخترقش اساسا فمش هينفع اختاره. لو ركزت على ج هلاقي ان الفطر لسه بيتفرع، فمعنى كده ان لسه النبات ما نجحش، تمام كده خلاص. اما الف فتلاقي ان هو الفطر بدأ يدخل جوه النبات، لكن لسه الغلاف العازل ما لفش على الفطر كله، فبالتالي الف مستبعده. لكن في ب هلاقي ان الغلاف العازل اللي هو لونه ازرق ده بيحيط بالنبات بشكل كامل، او بيحيط ولا بالفطر بشكل كامل. السؤال اللي بعد والجزء اللي بعد كده بيتكلم على حدوث المناعه البيوكيميائيه. طيب بيقول لي اي الثنائيات التاليه بينهما علاقه صحيحه. جميل. المستقبلات والطبقه الشمعيه لا، لان الطبقه الشمعيه دي فطريه فمش محتاجه للمستقبلات. مناعه تركيبيه فطريه، واحنا عارفين المناعه التركيبيه الفطريه مالهاش علاقه بالمستقبلات. اللي ليها علاقه بالمستقبلات هي المناعه التركيبيه المكتسبه والمناعه البيوكيميائيه سواء فطريه او مكتسبه. الاحماض الامينيه الغير بروتينيه الكنافينين والسيفالوسبورين وانزيمات نزع السميه طبعا غلط، لان لو احماض امينيه بروتينيه كنت اختارها، لكن دي غير بروتينيه يعني لان الانزيمات بروتينات. السيوبرين والخلايا الفلينيه طبعا، لان السيوبرين بيترسب في الخلايا الفلينيه. الخلايا الكولينشيميه والتيلوزات غلط، الخلايا البرانشيميه هي اللي بتكون التيلوزات. في رقم 16 بيقول لي ماذا يحدث في حالة غياب المستقبلات من سطح بعض خلايا النباتية. طب جميل. طب لو مفيش مستقبلات يبقى انت مش هتقدر تعرف على الكائن الممرض، وبالتالي المناعة المكتسبة هتبقى مش موجودة، وكذلك المناعة البيوكيميائية مش هتزيد. الفطرية ولا ايه؟ انخفاض معدل ترسيب الكيوتين لا طبعا دي مناعة فطرية، مش هي مناعة تركيبية فطرية، وبالتالي مش هيتأثر بالمستقبلات. عدم تكوين السيفالوسبورين ده مناعة فطرية، هو مش هيزيد لكن هو متكون اساسا، بس اللي مش هيحصل ان هو مش هيزيد، لان الحاجات دي تركيزها بيزيد اثناء الاصابة، وبالتالي به غلط. عدم تكوين انزيمات نزع السميه ده كلام صح، لان دي مناعه بايوكيميائيه مكتسبه بتتكون وقت الاصابه، فانت اساسا مش هتدرك ان في اصابه فمش هتكونها. زياده الفينولات في الخلايا لا طبعا، لان انت لازم تفهم ان الفينولات برضو والجلوكوزيدات مناعه بايوكيميائيه فطريه، يعني هي موجوده من الاساس، فهتبقى اللي مش هيحصل، تمام كده خلاص. هو يعني فاهم بس الكلام عشان الجزئيه دي اتلخبط اساسا. هو بيقول لك زياده الفينولات، يعني بيقول لك ان ايه، ان حاجه من دول هتحصل. ايه اللي هيحصل؟ ماذا يحدث؟ زياده الفينولات. هو الفينولات هتزيد؟ لا، هو المفروض كان يقول لي عدم زياده الفينولات، كنت اقول له هنا صح، لكن ما تقوليش زياده الفينولات لان مش هيحصل زياده للفينولات، وبالتالي ده الغلط. في رقم 17 بيقول لي ايه؟ اي المواد التاليه لا تتغير كميتها في النبات بعد الاصابه. ماشي جميل. المستقبلات بتزيد طبعا، تمام. الفلين ده ايه؟ ده مكتسب، وبالتالي ايه؟ هيزيد.
الكنافينين هيزيد، الكيوتين لا طبعا لان المناعه فطريه، تمام كده خلاص مش هتزيد، وتركيبيه كمان. اثناء مقاومه نبات لاحد الميكروبات، حلو. ايه الاختيارات الصحيحه عن عدد المستقبلات؟ يزيد، لا مش يزيد اللي هو بتاع اسمه ده عندليب الدقي، لا يزيد اللي هو يزيد في التركيز يعني، ومكان وجودها على الترتيب. طبعا المستقبلات بتبقى موجوده في الغشاء البلازمي، فبالتالي الاجابه هتكون الف. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ ماشي، بتقول يا عم السؤال بيقول لك في الرسم البياني المقابل يمثل كل من اكس وواي وسائل مناعيه بايوكيميائيه للنبات، حلو، حيث يعمل اكس على زياده واي، جميل. اي الرسومات البيانيه التاليه وضح ما يحدث لتركيز كلتا المادتين بعد النقطه سي. طب الاثنين وسائل مناعه بايوكيميائيه، واكس بتعمل على زياده واي، الوحيد اللي بيعمل على زياده غيره هو المستقبلات، منشط للباقي، جميل جدا، حتى الان كده ما فيهوش اي مشكله. طب المفروض بقى يا صديقي ان انت عند النقطه س تم القضاء على الميكروب، فاوتوماتيك تركيز المستقبلات لازم يرجع يقل، وباعتبار ان واي برضه مناعه بايوكيميائيه فبرضه لازم ترجع تقل، لان المناعه البايوكيميائيه بتقل بعد ايه؟ بعد القضاء على الكائن الممرض، سواء بتقل ترجع للصفر زي انزيمات نزع السميه، او بتقل ترجع للمستوى الطبيعي زي الفينولات والجلوكوزات والاحماض الامينيه الغير بروتينيه. وبالتالي ما ينفعش لا ب ولا ينفع ج ولا ينفع د، لان دول مش منتظمين، مش مطابقين للكلام اللي احنا بنقوله، فتبقى الاجابه ايه؟ الاجابه الف. قول ورايا: اللهم الاهلي بطلا لافريقيا ويفوز على الترجي رايح جاي ويريح قلبنا. طب براحتك، وربي لو الاهلي ما نزلش فيديوهات تاني لا ان شاء الله هيكسب، ان شاء الله هيكسب. ادرس الرسم البياني المقابل ثم نحدد يا عم مفيش مشكله. اي الارقام يمثل وقت ادراك المستقبلات لدخول الميكروب؟ انت عندك 1 و2 و3 و4، والسهم اللي باللون الازرق هو معدل نمو النبات، والسهم اللي باللون الاحمر هو الاستجابه المناعيه، تمام، الاستجابه المناعيه. طب وقت ادراك المستقبلات لدخول الميكروب هو الوقت اللي هتزيد فيه الاستجابه المناعيه. امتى بدات تزيد هتلاقي عند نقطه 1 بدات الزياده بتاعت ايه؟ ادراك دخول، بدات الزياده بتاعت الاستجابه المناعيه، وبالتالي ده وقت الادراك، تمام، وبالتالي الاجابه هتكون 1. اي الارقام يمثل وقت اتمام الشفاء؟ يعني ايه اتمام الشفاء؟ يعني الاستجابه المناعيه رجعت لوضعها الطبيعي. امتى بقى رجعت لوضعها الطبيعي؟ هي بدات تقل عند 3، يعني هنا بدا القضاء خلاص، يعني احنا وصلنا لمرحله خلاص ان احنا ايه، قضينا على الميكروب بس مش بشكل كامل. امتى بقى نقضي على بشكل كامل لما الاستجابه المناعيه ترجع لوضعها الطبيعي؟ او لا سوري، اللي قضينا عند 3 على الميكروب بشكل كامل، بس بعد ما نقضي عليه هيبقى ايه؟ هنرجع بقى للوضع الطبيعي اللي هو اتمام الشفاء، تمام كده، مش اتمام القضاء على الميكروب، لا اتمام الشفاء. هتبقى طبعا عند النقطه رقم 4، فتبقى الاجابه د، لان عندها الاستجابه المناعيه رجعت لوضعها الطبيعي. وطبعا يعني ايه اتمام الشفاء؟ يقول لك انت صحيت، تقول له انا تمام بس ايه فتره نقاهه، لا احنا مش عايزين فتره نقاهه، احنا عايزين تمام الشفاء، يعني رجع معدل نموك لوضعه الطبيعي، وجهازك المناعي رجع برضه لوضعه الطبيعي. رقم 21 بيقول لك اصيبت خلايا احد النباتات بنوع من البكتيريا السامه، وعندما تم قياس معدل تكاثر هذه البكتيريا وكمية السموم التي تفرزها ظهرت النتائج كما موضح بالرسم. ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة لهذه الخلايا النباتية؟ واضح جدا ان اعداد البكتيريا بعد ما زادت بدأت تقل تاني، كده الاستجابة المناعية شغالة فل الفل، لكن السموم اعدادها ثابتة، معنى كده ان انزيمات نزع السمية ما قامتش بوظيفتها. تعمل جميع الوسائل المناعية بصورة طبيعية؟ لا، انزيمات نزع السمية فيها مشكلة. يوجد نقص في انتاج الاحماض الامينيه البروتينيه؟ ده كلام صح، لان انت لو ما انتجتش احماض امينيه بروتينيه بشكل كافي يبقى انت كده مش هتكون بروتينات مضاده بشكل كافي، يبقى انت مش هتكون انزيمات نزع سميه بشكل كافي، يبقى السموم مستواها مش هيقل زي ما حصل في الشكل. يوجد نقص في انتاج الاحماض الامينيه غير البروتينيه؟ لا طبعا، انتجت عادي بشكل طبيعي، بدليل ان اعداد البكتيريا بدات تقل. نقص في عدد المستقبلات؟ لو كان في نقص في عدد المستقبلات ما كانش اعداد البكتيريا رجعت تقل تاني، ما كناش قدرنا نقتل البكتيريا. السؤال اللي بعده بيقول معذرة: الفرق بين المناعة التركيبية والمناعة البيوكيميائية في النبات. أي طرق المناعة التالية في النباتات لا تتغير نسبتها بعد التخلص من العامل الممرض؟ طالما ما لا تتغير نسبتها يبقى دي مناعة تركيبية. معذرة، تبقى دي مناعة تركيبية، فبالتالي مش هينفع لا المستقبلات ولا انزيمات نزع السمية، تمام. طيب هتبقى التيلوزات ولا الفينولات لا تتغير نسبتها بعد التخلص من العامل الممرض؟ هتبقى التيلوزات. انا جايب بالي الفينولات على فكره اللي هي الفلين، مش عارف ليه راكب معايا الفينولات انها فلين، دماغي وقفت عملت ايرور، هو اللي جاب الفلين هنا ازاي؟ ماشي، الفينولات برضه هنستبعدها ونختار التيلوزات يا جماعه.
يلا مفيش مشكلة. رقم 23 بيقول لي أي الوسائل المناعية التالية تسبق الوسيلة الأخرى في التكوين. تمام، مفيش مشكلة. زيادة أعداد المستقبلات، تكوين الجدار لا طبعا الجدار الخلوي ده مناعة فطرية، المفروض إن هو موجود أساسا من الأول زيه زي المستقبلات. ترسيب الصموغ وتغلظ بشرة، ما نفس الكلام، الكيوتين ده مناعة فطرية أدمة. ما ينفعش تقول لي ترسيب الصموغ، ترسيب الصموغ ده مكتسب، يعني لو عكسناهم أقول لك ماشي. تغلظ الجدار الخلوي باللاجنين وإنتاج البروتينات المضادة، كلام صح، التغلظ باللاجنين ده مناعة فطرية، أما إنتاج البروتينات المضادة ده مناعة مكتسبة، وبالتالي جيم صح. إنتاج إنزيمات نزع السمية وانتفاخ الجدار، طيب هو إنتاج إنزيمات نزع السمية ده بيحصل لما الفطر أو الكائن الممرض يخترق الخلية، يدخل جوه الخلية، وده ما حصلش لأن أو ده مش هيحصل غير لما الكائن يخترق. واحنا اول اساسا وسيله بنستخدمها في الاختراق هي ايه؟ انتفاخ الجدار، وبالتالي انتفاخ الجدار هيكون قبل انتاج انزيمات نزع السميه، وبالتالي ده برضه هتكون غلط. 24 بيقول لي رسم البيان المقابل يوضح 3 وسائل مناعيه في النبات. جميل، ما الذي تمثله هذه الوسائل المناعيه س وصاد وعين على الترتيب؟ س ثابته، ثابته يبقى مناعه ثابته ومش بادئه من الصفر، يبقى مناعه تركيبيه فطريه، يبقى يا كيوتين يا سيلولوز ولاجنين والكلام ده كله. طبعا هتستبعد ب ودال. طيب لو جيت بصيت لعين هتلاقيها ما بدأتش من الصفر وزادت ورجعت قلت، فدي مناعة بيوكيميائية طبيعية. بتاع ده مستقبلات بقى، فينولات، جلوكوزيدات، أحماض أمينية غير بروتينية، أي حاجة من دول، وبالتالي مش هينفع تكون في اللين، وبالتالي ألف غلط. طب صاد بقى زادت ورجعت قلت تاني ورجعت للصفر وبدأت من الصفر، فتبقى دي مناعة بيوكيميائية مكتسبة اللي هي إنزيمات نزع السمية. تمام كده خلاص. وبالتالي لا لحظة، هو ماشي هتبقى لا ثانية عشان واحدة واحدة. احنا عايزين س، احنا اتفقنا خلاص س دي هتبقى ايه؟ هتبقى كيو تي. جميل. لو مسكنا صاد بقى، صاد دي انزيمات نزع السمية، هتبقى جيم صح، ما زي ما قلنا احنا جيم صح. فينولات طبعا هتبقى عين لان دي مناعة بيوكيميائية ما بتبدأش من الصفر لانها فطرية، ومش هترجع للصفر تاني لانها فطرية برضو. تمام، وبالتالي الإجابة ج هتكون صح. 25 بيقول لي ما وسيلتا المناعة التي لا يتطلب تكوينهما تعرض النبات للخطر؟ طالما مش بيتطلب تكوينهم تعرض النبات للخطر يبقى دول مناعة فطرية. وش تلوزات ومستقبلات؟ لا، التلوزات بيتطلب. أشواك وطبقة شمعية مفيش أي مشكلة، دي مناعة فطرية. السيفالوسبورين والتلوزات، التلوزات برضو يتطلب. المستقبلات والبروتين المضادة، البروتين المضادة يتطلب. أي الوسائل المناعية التالية في النبات تعتبر الأكثر شبها مع أحد الوسائل المناعية في الإنسان؟ إنزيمات نزع السمية، عاملة زي المتممات كده في عملية إبطال مفعول السموم. لكن الأشواك أنت ما عندكش أشواك، تلوزات ما عندكش تلوزات، ولا الفينولات برضه موجودة عندك. ما النتائج المترتبة عن غياب بعض أنواع المناعة على صحة النبات؟ حتى الآن بنرغي في النبات، ماشي. أي مما يلي سيتأثر بعدم تكوين الإنزيمات المضادة اللي هي إنزيمات نزع السمية؟ طبعا هيبقى تركيز السموم، لان هي ملهاش علاقه خالص بالكائن الممرض ولا بتهاجم الكائن الممرض نفسه، بتهاجم السموم اللي هو بينتجها الكائن الممرض، وبالتالي الف وب وده المستبعدين. رقم 28 يعاني احد النباتات نتيجه اصابته باحد الميكروبات اللي غزت الاوراق من التي تغزو الاوراق من سقوط اوراق، يعني النبات اللي هو حصل عنده غزو ده بيعاني من سقوط الاوراق مع تغير لونها الاصفر، كده حساسيه مفرطه. الوسائل المناعيه الدفاعيه تقامل بها النبات، طبعا طالما في تساقط اوراق ولونها اصفر يبقى انت فاهمني، وغزو ميكروبي يبقى ايه؟ حساسيه مفرطه. ماذا يحدث في حاله فقد النبات قدرته على تكوين ماده السيبرين؟ مش هيبقى في فلين، وبالتالي هيبقى في وسائل منع الدخول هتبقى قليله، ده بالتالي هيؤدي الى زياده تركيز المستقبلات؟ لا طبعا، ده بيحصل لما يتعرف على كائن ممرض. تعرض الجهاز الواعي ملوش علاقه بالجهاز الواعي، ده مش تلوزات. سهوله دخول الكائن الممرض لانه من وسائل منع الدخول، فبالتالي وسائل منع الدخول هتقل وبالتالي هيبقى في سهوله في الدخول. زي تركيز الاحماض الامينيه ملوش علاقه خالص بالمناعه البيوكيميائيه. نخش بقى في مين؟ في الانسان. جاهز؟ يو ار ريدي يا صديقي. طب ادعي بقى يا رب الاهلي يكسب الترجي ويكسب افريقيا ان شاء الله ويكسب ال 12 ان شاء الله باذن الله. مكونات الجهاز المناعي في الانسان. رسم لك عضو واضح جدا ان هو الطحال، يعني من امداد الدم اللي فيه والكلام ده. طبعا في ناس هتفكروا كليه، بس الكليه شكلها مش كده يعني. الكليه بتبقى يعني مقعره كده للداخل، عارف انت، يعني عارف انت بتبقى كنز اكتر. العبارات التاليه غير صحيحه عن التركيب الموضح بالشكل. ماشي، عايز حاجه غير صحيحه. احتوى على خلايا دم بيضاء، اكيد طبعا ده مليان.
ينتج خلايا لمفاويه؟ لا طبعا، ده عضو لمفاوي ثانوي. يمثل مصدر لامداد الجسم الاكيد؟ طبعا، ده هو اللي بيكسر كره الدم الحمراء ويرجعنا لانها تاني الحديد والهيموجلوبين والاحماض الامينيه. يوجد خلف المعده؟ طبعا خلف المعده، تمام، هو في الجزء العلوي الايسر منين؟ من التجويف البطني. اي مما يلي صحيح بالنسبه للعقد الليمفاويه؟ تقوم بتصفيه الدم، ده كلام صح، من بقايا الميكروبات، تمام، ماشي. هي بتعمل، بس لا تصفيه الدم، لا تصفيه الليمف، سوري معلش، ما تنفعش تصفيه الليمف مش الدم. لا تتصل باي وعاء دموي؟ لا طبعا، فيها وعاء دموي داخل وخارج. لا يوجد اي اتصال بينها وبين الطحال؟ لا في اتصال طبعا عن طريق الاوعيه الليمفاويه. تتفاوت في حجمها حسب مكان تواجدها ونشاطها؟ ده كلام صحيح طبعا، لان النشاط العقد الليمفاويه لما بيزيد، تمام كده خلاص، لما يحصل اصابه الاقيه بتزيد وحجمها بيزيد. في رقم 32 بيقول لي اي المواد التاليه يشير افرازها الى نوع البكتيريا الممرضه؟ يبقى اكيد متخصص، السؤال ده ورد في امتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت، تمام. هتبقى الماده دي متخصصه مين هنا؟ متخصص الاجسام المضاده. الكنافينين غير متخصص، ده في النبات. الانترفيرون غير متخصص، ده من لاي نوع من الفيروس. الهستامين غير متخصص لانه مناعه طبيعيه. اي الخلايا التاليه تنتج الانترفيرونات؟ الخلايا المصابه بالفيروس، بالتالي ما ينفعش سبوروزويتات ولا ينفع بكتيريا ولا ينفع ميروزويتات، هتبقى الخلايا المصابه بفيروس سي. في الشكل المقابل اي العبارات التاليه صحيحه حول التركيب سي؟ س ده بقع بير لان هو بيتكلم على الامعاء، فبالتالي هو تركيب في الجهاز الهضمي؟ لا ده طبعا تركيب في الجهاز الليمفاوي، وبالتالي الف غلط ودال غلط. تركيب في الجهاز الليمفاوي ويشارك في عمل الجهاز؟ لا طبعا، ملوش علاقه بالهضم، ده ليه علاقه بحمايه الجهاز الهضمي، وبالتالي ج هتكون صح. 35 بيقول لي ادرس التراكيب التاليه ثم حدد. 1 طحال، 2 عقد لمفاويه، 3 اسمه ده التيموسيه، 4 نخاع العظام. اي التركيب له نفس آلية فلتر الميه؟ فلتر الميه بينقي الميه، لكن ده بينقي الليمف، هتبقى العقد الليمفاويه اللي هي رقم 2. اي التركيب التاليه يلعب دورا في 3 اجهزه مختلفه؟ طبعا نخاع العظام ليه دور في الجهاز الهيكلي، وليه دور في الجهاز الدوري انه بيكون خلايا الدم الحمراء، وليه دور في الجهاز المناعي بيكون خلايا الدم البيضاء. رقم 36 اي مما يلي يميز الاورده عن الاوعيه الليمفاويه؟ كره الدم الحمراء، بس قلناها في الشرح دي. 37 اي الاعضاء الليمفاويه التاليه يحافظ على توازن عدد كرات الدم الحمراء؟ هم عضوين، اللي بينتج واللي بيكسر، اللي هو الطحال ونخاع العظام الاحمر، وبالتالي تبقى الاجابه ج، تمام. الانواع المختلفه لخلايا الدم البيضاء اي مما يلي ليس من الفروق بين الخلايا البائيه والتائيه؟ موقع النضج؟ لا طبعا من الفروق، ده واحد البائيه بتنضج في نخاع العظام، اما التائيه بتنضج في التيموسيه. شكل النواه؟ لا طبعا الخلايا الليمفاويه شكل نواتها واحد. النسبه المئويه في الدم طبعا في اختلاف، دي 80 ودي ايه من 10 15. الوظيفه برضو في اختلاف، الوظيفه دي بتنتج اجسام مضاده لكن دي لها وظائف مختلفه. في 39 اي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبه للخلايا الليمفاويه؟ معظمها له قدرة مناعية قبل مغادرة نخاع العظام؟ كلام غلط. تقول لي ازاي ده البقية والقاتلة الطبيعية بينضجوا في نخاع العظام؟ اقول لك لا، بس البقية والقاتلة الطبيعية الاثنين مجموعهم 20%، والتقية لوحدها 80%، فازاي تقول لي معظمها وان التقية معظمهم اساسا؟ وبالتالي الف غلط. تمثل غالبية كرات الدم البيضاء؟ لا طبعا، اللي بتمثل غالبية كرات الدم البيضاء هي الخلايا المحببة اللي هي المتعادلة والكلام ده. تحتوي على حبيبات ملونة؟ لا طبعا دي مش محببة. بعضها يفرز انزيمات محللة؟ ده كلام صح. عندك اللي هي القاتلة الطبيعية بتفرز انزيمات محللة، وعندك برضه لا، بس هي القاتلة الطبيعية بس اللي بتفرز انزيمات محللة، لكن التائية السبب بتنتج سموم ليمفاوية. هي الخلايا التالية تفرز الانزيمات التي تحلل الهيموجلوبين؟ تمام ماشي. البائية؟ لا طبعا، انت بيقولك تحلل الهيموجلوبين يبقى انت بتتكلم على خلايا بلعمية على طول وش، لان دي بتكسر كرات الدم الحمراء. اي مما يلي ليس من وظائف الخلايا المناعيه المتخصصه لها الخلايا الليمفاويه؟ انتاج الاجسام المضاده البائيه، قتل خلايا الجسم المصاب بالفيروس، التائيه السامه والقاتله الطبيعيه، حمل معلومات الميكروب؟ لا طبعا دي وظيفه البلعميه ملهاش علاقه بالمناعيه المتخصصه، تنظيم الاستجابه التائيه المثبطه. ما وظيفه الخلايا المحببه، تمام، التي تتكون في نخاع العظام؟ التعرف؟ لا التعرف ده وظيفه مين؟ التائيه والبائيه والكلام ده كله. البلعمه ولا انتاج خلايا الذاكره ولا انتاج؟ طبعا دي البائيه وانتاج خلايا الذاكره، لا طبعا هتبقى البلعمه. ايوه ليها دور في البلعمه عادي، كلهم ليهم دور، الحمضيه والمتعادله ليهم دور في عمليه مين؟ البلعمه. رقم 43 اي التغيرات التاليه يحدث في الخلايا البائيه البلازميه خلال عمليه التمييز لتقوم بوظيفتها بكفاءه؟ ماشي. اي التغيرات التاليه يحدث في الخلايا البائيه البلازميه
خلال عملية التميز لتقوم بوظيفتها بكفاءة. طيب، أولا الخلايا البائية البلازمية، ودي قلتها وأنا بشرح، قلت لك إن اللي يفرق البائية البلازمية عن بقية الخلايا إن بيزيد فيها كمية حجم الشبكة الإندوبلازمية الخشنة عشان تنتج بروتينات، لأن البروتين بتستخدم في تكوين الأجسام المضادة. فبالتالي ب هتبقى صح. ألف غلط، لأن مفيش حاجة اسمها زيادة أعداد الجينات خالص. الجينات هي معدل النسخ والترجمة بيكون أعلى. مضاعفة المحتوى من اللايسوسومات، لا اللايسوسومات لا طبعا. وثانيا اللايسوسوم ما بيخزنش الأجسام المضادة، اللايسوسوم بيبقى فيه إنزيمات هاضمة بس. زيادة أعداد المستقبلات لا برضه، أعداد المستقبلات دي بتكون عالية على الخلايا الذاكرة. 44 بيقول لي أي الخلايا التالية الأطول عمرا؟ طبعا الأقصر عمرا هي المحببة، تمام. أما الأطول عمرا هي مين؟ هي خلايا الذاكرة. فتبقى البقية الذاكرة لميكروب متكرر. لا، لو ميكروب متكرر، ما أنت مع كل تكرار إصابة، خد بالك، كل تكرار إصابة الخلايا بتنقسم، فبالتالي هي كده مش هطول عمرا ولا حاجة. أما بقى التقية الذاكرة لميكروب تم الإصابة به مرة واحدة في الطفولة، دي اللي هتبقى عمرها طويل، لأن دي هتعيش سنوات كتيرة جدا، تمام. أما القاعدية والبقية المنشطة طبعا لا. إذا كان عدد خلايا الدم البيضاء في شخص هو 8000 خلية، وأظهرت نتيجة تحليل عينة من دم، المهم عدد بعض الخلايا كمان بالجدول، ما الخلايا الموجودة في المستوى الطبيعي؟ طيب، أولا الليمفاوية 4000، أنت عندك 8000 أساسا. لو أنت هتشتغل على المتوسط فالمفروض ال 8000 دول يكون منهم 25%. أنت بتتكلم على 1000. الخلايا الليمفاوية المفروض إنها 2000، يعني المفروض إنها 2000 مش 4000، وبالتالي 4 مستبعدة. طيب، لو أنت اشتغلت على مثلا أنت عندك 4000 خلايا ليمفاوية، تمام، فالمفروض التائية اسمه ايه ده، المفروض ان ال 8000 دول، انت مثلا على اعتبار انت عندك 2500 مثلا، 2000 ال 2000 دول المفروض ان ال 2000 ده انت هنا بقى خد بالك، انت عايز حاجة تكون في مستواها الطبيعي بالنسبة لل 8000 مش بالنسبة لل 4000. يعني انت لما تيجي تحسب البقية مش هتحسبها على اساس ال 4000. يعني انت عايز تعرف هي في مستوى الطبيعي ولا لا، هي في مستوى في العينه اللي قدامك مثلا 600، المستوى الطبيعي كام؟ ما تيجي تحسب مش هتحسب على اساس ان انت هي من 10 ل 15%، انها هتحسب على 12.5%، فتحسب 12.5% من 4000. لا يا عم، ما بتحسبش كده يا صاحبي، على رأي السويسي. انت عايز تحسب نسبتها الطبيعيه. يبقى الخلايا الليمفاويه في الوضع الطبيعي بتكون كام في العينه اللي قدامك؟ 2000 بس. جميل، يبقى انت هتحسب على اساس ان ال 100% اللي انت هتاخد منها 12.5% دي اللي هي ال 2000 مش ال 4000. طب يا عم تعالى نحسب، لو انا معايا 2000 خليه ليمفاويه، ال 10% عندهم اللي هي ال 200، تمام كده خلاص. ال 10% اللي ايه؟ اللي هي 200، و2.5% اللي هي 250. يعني انت بتتكلم على 250، المفروض ده يكون البقية، واخد بالك انت يا محي؟ طيب المفروض يكون البقية 250 وهي 600، يبقى البقية ما تنفعش، يبقى رقم 2 ما تنفعش. طب والتائية دي 3200، وانت اساسا المفروض يكون نسبة الليمفاوية عندك 2000 توتال، التوب 2000 اساسا، وبالتالي برضو ايه، التائية ما تنفعش. طيب يبقى واحد ما تنفعش. نيجي في رقم 3، القاتلة الطبيعية فيما هو متوسطه بتكون من 5 ل10. طب لو اعتبرناها 5، تمام كده خلاص. لو اعتبرناها 5، تمام، مش هتنفع، لأن أنت 5 من أصل 2000، فأنت بتتكلم تقريبا عن حوالي 100. لكن لو اعتبرناها 10 هتبقى 200، هتبقى فعلا من 100 ل 200، وهي فعلا 200. فبالتالي هنا القاتلة الطبيعية في مستواها الطبيعي، وبالتالي جيم صح. خد بالك أنت، جيم صح، مفيش أي مشكلة. 46، أي الرسومات البيانية التالية وضح النسب المئوية التقريبية الصحيحة لبعض خلايا الدم البيضاء. ماشي، البائية والتائية وخلايا الدم البيضاء الملتهمة والقاتلة الطبيعية والكلام ده كله. طيب، هو خلينا نتفق ان اعلى نسبة عندهم هي الملتهمة. اعلى من اعلى، هو طبعا اعلى نسبة عموما. كلمة خلايا ملتهمة هنا ما يقصدش البلعمية بس، على فكرة يقصد البلعمية والمتعادلة والحامضية، كل دي خلايا وحيدة النواة، كل دي اسمها خلايا ملتهمة، واخد بالك انت، لانها عندها قدرة على البلعمة يعني. فبالتالي هتكون الاعلى في النسبة اللي هي لونها اخضر. انا طبعا ايه الرسمة مش واضحة عندي يعني، بس هتختار لازم يكون عندك الخلايا الدم البيضاء الملتهمة اعلى حاجة، اعلى حاجة. واضح جدا ده في ب تقريبا، الف اللي هي دي لا، وجيم لا اهي، يبقى هي ب. طيب تعال نشوف بس الباقي. التائية المفروض تكون اعلى، التائية لونها احمر، التائية لونها احمر اعلى من الباقية، صح.
والبقيه اعلى من القاتله الطبيعيه، صح؟ هي صح، يعني هو بالترتيب كده. الملتهمه اعلى حاجه خالص، نسبتها عاليه جدا، نسبتها فوق 70% اساسا، و... وبتتكلم عن نسبتها 70، يعني متوسط 70. وعندك لان انت عندك من 20 ل 30 اللي هي الليمفاويه، تمام. والباقيه والتائيه طبعا 80% من ال 25% دي او ال 30%. فبالتالي لا، هتلاقي الملتهمه ثم الباقيه ثم التائيه ثم الباقيه ثم القاتله الطبيعيه. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك ما متوسط الخلايا البائيه بالنسبه لخلايا الدم البيضاء؟ هنا بقى تلعب لعبه. هتفترض افتراضا ان انت عندك 1000 خليه دم بيضاء، 1000 خليه دم بيضاء. متوسط الليمفاويه كام؟ 25%. يبقى انت كده ال 1000 دول فيهم 250 ليمفاويه. طيب ال 250 ليمفاويه دول المفروض ان متوسط البقيه 12.5%، اللي هي كام برضو؟ اللي هي مثلا انت عندك ال10 250 على 10 ب25 و2.5. تعالى بص، 2.5 25 على حسب يا جدعان، حد ينقذنا عشان الموضوع ده مش هينفع اعتمد فيه على دماغي يعني. المفروض ان انت 250 هتحسب 12.5% بقى من اصل، هتعتبر ان ال100% بتاعتك ال250، تاخد منها بقى 12.5. 25 بعد كده عندك ماشي، نقسم 250 على 100 تبقى ب2.5. 5 يبقى 30 31 تقريبا او 32 حاجة زي كده. البقية اللي هي ال 12.5% دي هتبقى بتساوي 31. طيب انت عندك 31 من اصل 1000، ما انت خد بالك انت عندك 31 خلية بقية من 1000 خلية دم بيضاء، نسبتها كام؟ احسب انت 31 على ايه؟ على 1000 في 100. 31 على 1000، 31 من 1000 في 100 3.1 تبقى بيه. انت بقى احسبها تاني هتفترض افتراضا انت معاك 1000 خلية دم بيضاء اللي هي 100% من خلايا الدم البيضاء، فيهم كام ليمفاوية؟ هتجيب بقى الليمفاوية عددها كام؟ 250، متوسط 25%. كده تعتبر بقى ان المتوسط ال 250 بتوع الخلايا الليمفاوية دول هتعتبره هو ال 100% بعد كده، وتحسب تجيب منه الباقي. شوف عدد الباقية كام وتحسبه بقى، تقسمه على الليمفاوية على ال 1000 وتضربه في 100. لعن الله الرياضيات. في رقم 48، إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية التائية في الشخص العادي 160,000. ماشي، بكره الحسبة دي. رياضة تاني يا محي. ما أقل عدد من الخلايا البائية في نفس العيان؟ هتعمل إيه بقى؟ طرفين فسطين. 80% اللي هي نسبة الخلايا التائية اديتك 160,000، تمام. طب ماشي، ما أنت عايز أقل عدد من البائية اللي هو كام؟ اللي هو 10. بكام بقى؟ تضرب 10 في 160,000، 1,600,000. هتقسم على 80. مش عارف بصراحة تطلع معاك كام، هشوف على حاسبة. مفيش على حاسبة اهي. 10 في 160,000. لحظة كده، هي ليه جاية 190,000؟ ليه مش راضية تيجي 160,000 على 80؟ 20,000. حلو، يبقى الإجابة هتكون ب. الحمد لله. زمان في الرياضة الواحد كان يجي يهبد أي حاجة، أهم حاجة إن هو الناتج النهائي وبقى حاجة في الاختيارات، هو يحس إن هو حل صح. الحمد لله. الجدول المقابل يوضح أعداد نوع من الخلايا الليمفاوية في مراحل مختلفة. ما نوع هذه الخلايا؟ قبل الإصابة وأثناء الإصابة، بعد الشفاء زادت، لا ده التأية مثبطة وأنت مغمض، جاي في الآخر بقى. تركيب الأجسام المضادة، بيقول لك ما نوع الروابط التي يجب كسرها لتحليل الجسم المضاد للمكونات الأساسية؟ هي المكونات الأساسية أساسا أحماض أمينية، أنت فاهمني؟ فأنت هتحتاج تكسر رابط ببتيدية ورابط كبريتيدية. رابط كبريتيدية عشان إيه؟ عشان تفصل السلاسل، ورابط ببتيدية عشان تكسر تفصل الأحماض الأمينية اللي في السلسلة. الهيدروجينية لأ، والتساهمية طبعا انت عشان تكسرها يبقى انت هتفصل الذرات عن بعضها، وبالتالي ده مش هينفع، انت مش عايز، دي مش المكونات الأساسية. المكونات الأساسية اللي هي الأحماض الأمينية.
ادرس الشكل البياني او الشكل المقابل. ماشي. س طبعا موقع الارتباط، ص رابط كبريتيدية، ع موقع الارتباط بالمتمم، ولام هو السلسلة الطويلة او المنطقة الثابتة. ما التركيب الكيميائي للمادة التي ترتبط بالجزء ع؟ طبعا اللي بيرتبط بالجزء ع هو المتمم، وده بروتين. اي جزء من الشكل يمكنه الارتباط مع انزيم، طبعا انزيم هنا يقصد المتمم واللي هو الجزء ع برضو. ما اثر غياب ع على وظائف هذا التركيب؟ طبعا هيفقد احدى الوظائف اللي هي التحلل وابطال مفعول السموم. يعمل بشكل طبيعي؟ لا طبعا، ستوقف وظيفته. لا، في وظائف هتبقى شغاله زي التعادل والتلازم والترسيب. لن تكون المتممات، لا المتممات هتتكون عادي لكنها مش هترتبط. تتوقف بعض طرق العمل، ده كلام صح، زي التحلل وابطال مفعول السموم. في 52 بقى بيقول لي ايه؟ يوضح تركيب أحد الأجسام المناعية التي تتكون خلال المناعة الخلطية. حلو، ادرسه بمحدد. أي مما يلي يمثل العامل الأساسي لنجاح ارتباط الأنتيجين بهذا الجسم المناعي؟ طبعا هيبقى الشيء جزء ايه؟ خلاص الأنتيجين بيرتبط بجزء ايه، فتبقى الإجابة ألف. تشكيل الأحماض الأمينية في ألف، اللي هو الشفرة بتاعة الموقع ألف يعني. أي المركبات التالية لا يؤثر على تكوين أو فعالية هذه الأجسام المناعية؟ المتمم أكيد طبعا هيأثر على الفعالية. السيتوكاين هيأثر على تكوينه لأنه هو بيحفز الخلايا البائية. هتقولي ده الانترليوكين هو اللي بيحفز الخلايا البائية، ما انت مش واخد بالك يا ابني ان في جزئية. انت عندك الخلايا البائية بيتم تنشيطها بطريقتين. فاكر انا لما جيت قلت لك ان في تائية مساعدة بتتنشط بواسطة البلعمية، فالتائية المساعدة اللي بتنشط بواسطة البلعمية دي بتفرز انترليوكين. الانترليوكين ده في منه بيروح للبائية اللي هي عارضة الانتيجين على سطحها، فدي اول ما بيروح لها الانترليوكين بتنقسم وتدي بائية بلازمية وبائية ذاكرة وبتكون اجسام مضادة. دي خلايا بائية تم تنشيطها بواسطة الانترليوكين او الانترليوكين. تمام خلاص ده. طب في نفس الوقت في انترليوكينات تانية راحت لتائية مساعدة اخرى نشطتها فانقسمت وادتني خلايا ايه وافرزت سيتوكينات. السيتوكينات دي في منها اللي راح للتائية السامة، في منها اللي راح للتائية اللي اسمه ده القاتلة الطبيعية، في منها راح للمثبطة، وفي منها برضه راح لخلايا بائية أخرى غير اللي كانت مرتبطة بالأنتيجين وعرضها على السطح، نشطها برضه وخلاها تنتج أجسام مضادة. فالسيتوكاين والانترليوكين السيتوكاينات والانترليوكينات الاثنين بينشطوا الأجسام، بينشطوا الخلايا البائية. بس واحد بينشط الخلايا البائية اللي هي عارضة، والتاني بينشط الخلايا البائية اللي هي لسه ما اتعرفتش على الأنتيجين. تمام كده خلاص، ولا ارتبطت بيه. طيب نروح بقى. فطبعا السيتوكينات هتأثر. البرفورين ده طبعا ملوش علاقة خالص لأن هو هيثقب. ده ملوش علاقة خالص لا من قريب ولا من بعيد بالخلايا البائية. أما الانترليوكين يا صديقي فأكيد طبعا زي السيتوكاين هينشط وهيحفز عملية التكوين. بيقول لي أي مما يلي يمثل نتيجة لحدوث خلل في التركيب الجزء دي. طبعا الجزء دي اللي هو موقع الارتباط بالمتمم. هنا المتمم مش هيقدر يرتبط بالخلية بالجسم المضاد، وبالتالي عدم تكوين المعقد بين الانتيجين والجسم. لا طبعا ده الجزء هو اللي مسؤول عن الموضوع ده. عدم تحليل معقد الانتيجين والجسم المناعي. طيب ده فعلا كلام صح، مش هنقدر نحلل معقد الانتيجين. انفصال التركيب بي عن التركيب سي، لا طبعا ما بيربطهمش اساسا. لا يؤثر ذلك في عمل الجسم المناعي الذي يرتبط بالسم. لا هيأثر طبعا لان انت بتعتمد عليه في ابطال مفعول السموم. في 53 أي الخصائص التالية تنطبق على الجسم المضاد؟ جزيء يمكن رؤيته بالعين المجردة، لا طبعا. جزيء مجهري يحتوي على روابط مبتدئة فقط، برضه غلط. جزيء تنتجه خلية غير متخصصة، لا طبعا الباقية متخصصة. بروتين متخصص، ده كلام صح. العبارات التالية غير صحيحة عن الشكل المقابل. طبعا ده الاي جي ام. اكبر الجلوبولينات في عدد الاحماض، طبعا لانه اكبر حاجة في السلاسل. يحتوي على 20 رابطة مبتدئة، لا طبعا غلط. تمام. هو يحتوي على 20 رابطة كبريتيدية. انت عندك 5، كل تفرع فيه 4 رابط كبريتيدية، يبقى 5 في 4 ب20، لكن مش رابط بابتدائية. يتصل بالانتيجينات عند الموقع المتغيرة، ده كلام صح. أكثر الأجسام المضادة المستخدمة في التلازم، ده كلام برضو صح. الملائمة الوظيفية للأجسام المضادة. تمام. بيقول لي إيه؟ في خلال الشكل المقابل ماذا يمكن أن تستنتج من الأجسام المضادة؟ جايب أنتيجينات مختلفة وفيهم أنتيجين معين يرتبط بالجسم المضاد، والجسم المضاد هنا على غشاء الخلايا البائية البلازمية. ماشي.
ماده بروتينيه، مفيش اي حاجه، مفيش اي كلام خالص يدل على ان ده ماده بروتينيه غير المعلومات اللي احنا عارفينها. تفرزها الخلايا البائيه البلازميه، تمام، مفيش مشكله، كلام صح، لان هو جايب لك سيره الخلايا البائيه ان هي الاجسام المضاده وغشاء الخلايا البائيه البلازميه. لكل جسم مضاد العديد من مواقع الارتباط، لا مش العديد، مش شرط، لان انا لو هاخد على الرسم فانا المفروض يبقى كل جسم مضاد ليه موقعين بس، مش عديد ولا حاجه. يمكن ان يرتبط الجسم المضاد باكتر من نوع لا طبعا، هو عنده شفره موقع ارتباط واحده، حتى لو كان عنده اكتر من موقع ارتباط ويبقوا نفس الشفره، وبالتالي هيرتبط بنوع واحد من المستضدات. من الشكلين المقابلين اي مما يلي صحيح. حلو. يتكون الجزيء واحد من سلسلتين من عديد الببتيد، لا طبعا 4 سلاسل. التركيب 3 يمثل مولد التصاق، لا ده غشاء بلازمي للكائن الممرض مش مولد التصاق. التركيب 4 يثير استجابة، أيوة 4 ده هو اللي مولد إيه؟ التصاق اللي هو أنتيجين يعني، فبالتالي هيبقى يثير الاستجابة صح. لا يمكن ارتباط 1 و2 إلا في وجود المتممات، لا بيرتبطوا عادي، مفيش أي مشكلة، وبعد المتممات بتيجي فيما بعد ترتبط، لأن واحد هنا مش موقع الارتباط بتاع المتمم، واحد هنا اللي هو بيشاور على الجسم المضاد. مع الوضع في الاعتبار عدد مواقع الارتباط. إذا كان عدد المستضدات على سطح مسببات الأمراض يساوي 1,000,000، ماشي حلو. عايز أقل عدد من الاي جي ام، الاي جي ام عنده 10 مواقع ارتباط، 5 تفرعات، كل تفرع فيه 2 في 10 مواقع ارتباط، وأنت عندك 1,000,000 مستضد، يبقى هتقسم 1,000,000 على 10 هتبقى ب100,000، يبقى أنت عايز 100,000 اي جي ام عشان ترتبط بالمليون إيه مستضد دول. طريقة عمل الأجسام المضادة، طبعا تعادل، تلازم، ترسيب، بعد كده ايه تحلل، بعد كده ابطال مفعول مين السمو. هاي العبارات التالية غير صحيحة بالنسبة لخواص الجسم المضاد. ماشي مع بعض كده واحدة واحدة. يمكن للجسم المضاد الواحد أن يرتبط بأكثر من أنتيجين، مفيش مشكلة عادي، ما عنده موقعين ارتباط على الأقل. الأجسام المضادة دائما ثنائية، لا طبعا ده كلام غلط، في عندها أكتر من 2. يمكن لأكتر من جسم مضاد الارتباط بميكروب واحد، مفيش أي مشكلة عادي، وده يمكن بنشوفه في التلازم وبنشوفه في التعادل. تعمل الأجسام المضادة على تعزيز البلعمة، أكيد طبعا، ده الهدف التارجت الرئيسي من عمل الأجسام المضادة هو تحفيز عملية البلعمة. أي مما يلي يعد شرطا لتنشيط المتممات. وجود الأجسام المضادة، لا مش ده الشرط، إن الأجسام المضادة ترتبط بالأنتيجين، هو ده الشرط، لأن عادي ما بيبقى فيها بعض الأحيان أجسام مضادة في الدم وفي متممات بس ما تنشطش يعني. وجود الأنتيجين لا، برضو تحلل الأنتيجين لا. أي مما يلي يزيد بزيادة نشاط المتممات. إنتاج الأجسام المضادة لا طبعا. معدل البلعمة ده كلام صح، لأنها بتحلل أعداد الميكروب، أكيد لا طبعا، أنت بتحلل أغلفة الأنتيجين، كمية الانترفيرون لا. أي طرق العمل التالية للأجسام المضادة تشترك فيها المتممات. تحلل وإبطال مفعول السمو. أي مما يلي يعتبر سببا لتكتل الأجسام المضادة فوق بعضها عند ارتباطها بالأنتيجين. ماشي. احتواء الجسم المضاد على موقعين على الأقل للارتباط بالأنتيجين، مفيش مشكلة، ده كلام صح، لما يكون عندك أكتر من موقع ارتباط ده بيخلي طبعا الجسم المضاد يعني الأجسام المضادة تتكتل، يعني تبقى في كمية من الأجسام المضادة، تمام كده خلاص مرتبطة بنفس الكائن الممرض، عادي مفيش مشكلة. واللي هو زي مثلا احنا بنشوف في التلازن ان الجسم المضاد بيرتبط باكتر من كائن ممرض، وفي جسم مضاد يعني ممكن يكون نفس الكائن الممرض مرتبط بيه اكتر من جسم مضاد، وده سبب في التكتلات اللي احنا بنشوفها اللي هي في التلازن. وجود رابط كبريتيدية ملوش علاقة، ده بس ما إلا بيخلي يحافظ على ثبات الجسم المضاد. ارتباط المتممات بمعقد ده خاص بالتحلل، ملوش علاقة خالص بالتكتل أو التلازم. وجود روابط تساهمية بين جزيئات الأحماض الأمينية برضه ده مش السبب يعني. ثانيا دي روابط بابتيدية مش تساهمية. أنواع المناعة. ماشي. أي الثنائيات التالية لا يوجد بينها علاقة؟ الأجسام المضادة والمتممات لا، في علاقة. الخلايا البائية والجرذان هي اللي بتنتجها. الخلايا الصارية والهستامين هي اللي بتنتج الهستامين. الغدة التيموسية ونشاط الخلايا البلعمية، طبعا هما الاتنين مفيش ما بينهم علاقة. الغدة التيموسية بتنشط الخلايا التائية، تمام كده خلاص. أما الخلايا البلعمية دي نشاطها مرتبط بالخلايا البائية عشان إنتاج الأجسام المضادة. 64 بيقول لي أي المواد التالية تحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا عندك الانترفيرونات أكيد، وبالتالي هتستبعد ج. طيب الانترفيرون بس ولا الكيموكاين ولا الأجسام؟ طبعا الانترفيرونات والأجسام المضادة، تمام، لان الكيموكاينات ليها علاقه اكتر بالعدوى البكتيريه، لكن العدوى الفيروسيه او الكلام ده كله بيبقى الانترفيرون الاجسام المضاده، لان الاجسام المضاده بتعمل حاجه اسمها تعادل، فالتعادل ده بيحيد انتشار الفيروس.
رقم 65، أحيانا ينجح الأطباء في استخدام اللقاح الخاص بأحد الفيروسات في التطعيم ضد فيروس آخر من نفس العائلة. أهم حاجة الاتنين يكونوا من نفس العائلة، يعني اللقاح ينفع لنوعين من الفيروس بس من نفس السلالة أو من نفس العائلة يعني. فإذا علمت أن اللقاح عبارة عن الميكروب المسبب بالمرض في صورة ميتة أو مضاعفة، ده كلام احنا عارفينه، أي مما يلي يمكن أن يفسر هذا النجاح. هو إمتى اللقاح؟ يعني أنت حضرتك مثلا أخدت لقاح ضد فيروس A مثلا، فيجي بقى فيروس بي لو اصابك، طالما فيروس A و B من نفس العائله، فاللقاح اللي انت اخدته الفيروس A ينفع يتعاطى مع فيروس B. ايه الفكره هنا؟ طالما الاثنين عندهم نفس الانتيجين او انتيجينات متشابهه، خلاص اللقاح الخلايا الذاكره اللي اتكونت الاولاني تنفع مع الثاني، مش هم في نفس المستقبلات، ما فيش اي مشكله. وبالتالي الجهاز المناعي يستجيب بطريقه غير متخصصه، لا طبعا متخصصه جدا. اللقاح الخاص بالفيروس الاول يحفز الجسم لانتاج اجسام مضاده خاصه بالفيروس الاخر، لا طبعا. تمام كده خلاص. هو عايز تفسير للموضوع ده. تمام. انتيجينات النوعين من الفيروسات، دي كلام صح، يعني طالما الانتيجينات متشابهه يبقى الخلايا الذاكره او الداتا اللي موجوده معانا، المعلومات الخاصه بالاولاني تنفع مع التاني. لا يوجد اختلاف في تركيب الانتيجينات، لا طبعا في اختلاف ما بين الانتيجينات من فيروس للتاني، بس احنا هنا بنتكلم على في نفس السلاله، يعني في انتيجينات متشابهه، يعني الماده الوراثيه متشابهه، يعني زي مثلا بكتيريا اس و ار، هم سلالات مختلفه لكن في تشابه في حاجات كتيرة جدا، وهتلاقي في مستقبلات متشابهة، انت فاهمني. وسائل المناعة الطبيعية لدى الإنسان، أي مما يلي يعد وجها للشبه بين طبقة البشرة في الإنسان والأدمة الخارجية. نوع النسيج، لا طبعا. الوظيفة المناعية، هما الاتنين وظيفتهم منع الدخول. مادة الطبقة السطحية، لا طبعا، هنا الكيراتين وهنا الكيوتين. المناعة المتخصصة، لا طبعا، دي مناعة غير متخصصة. أي مما يلي يعد وجها للاختلاف بين طبقة البشرة في الإنسان، وجه اختلاف، وطبقة الخارجية على أوراق نبات الصبار. طب عايز وجه اختلاف، خط الدفاع، الاتنين خط دفاع أول، فبالتالي هنستبعد ألف. الموقع، الاتنين على الطبقة الخارجية للجسم، وبالتالي هنستبعد ب. التخصصية ولا نوع المادة المناعية؟ نوع المادة المناعية طبعا إيه؟ هي سوري ولا إيه؟ عشان أنا عملت عليها. تبقى نوع المادة المناعية هي وجه الاختلاف. ليه بقى؟ لأن طبقة البشرة المادة المناعية هنا هتبقى الكيوتين، أما هنا هتبقى الكيراتين. لكن التخصصية الاتنين ما غير متخصصين يعني، فبالتالي جيم مستبعدة، فتبقى الإجابة د. في 68 بيقول لي أي مما يلي صحيح عن الجلد. ماشي. أحد أعضاء الجهاز الليمفاوي، لا طبعا، ده عضو مناعي لكنه ليس ليمفاوي. للطبقة القرنية دور قاتل، لا هي ما بتقتلش، هي بتعزل بس. يخرج العرق كوسط قاتل للميكروبات، ده كلام ايه؟ كلام صح. موت البشرة الخارجية يزيد من اختراق الميكروبات، لا طبعا، ده موتها ده بيعمل طبقة عازلة فبيمنع دخول الكائنات الممرضة، بالتالي ده الغلط. أي مما يلي ليس مصاحبا للأغشية المخاطية، هيبقى العرق، لأن أنت عندك الدموع واللعاب والحاجات دي حاجات داخل الجسم، فتبقى موجودة محاطة بأغشية مخاطية يعني. رقم 70 بيقول لي أي مما يلي لا يمكنه تحليل أغلفة الميكروبات. إنزيمات الدموع محللة عادي، المتممات بتحلل، الهستامين ما بيحللش، ده بيحفز بس، إنزيمات اللعاب برضه بتحلل. ما الغرض من الاستجابة بالالتهاب؟ إنتاج الخلايا الليمفاوية، لا طبعا، احنا عايزين نجذب الخلايا البلعمية. جذب خلايا الدم البيضاء إلى مكان الإصابة، ده كلام صح. تحول وحدة النواة البلعمية، ده مش الغرض الأساسي، احنا بنجذب الخلايا البلعمية بشكل عام. إنتاج الهستامين ده أساسا السبب في الالتهاب، مش الغرض من الاستجابة للالتهاب. في 72 بيقول لي أهي الرسومات البيانية التالية وضح كمية الدم المتدفق في الأوعية الدموية لنسيج ما في حالة حدوث الاستجابة بالالتهاب. ماشي. كمية الدم المتدفق أثناء الإصابة وبعد الإصابة. أثناء الإصابة طبعا كمية الدم المتدفق هتكون عالية لأن أنت الأوعية بتكون متمددة، لكن بعد الإصابة بتبدأ تقل، فتعلى وبعد كده تقل، دي هتبقى الإجابة ألف. أهي الخلايا التالية لا تصب إفرازاتها المناعية في بلازما الدم. طيب طبعا عندك الخلايا الصارية أكيد، لأن الباقي كله من سواء تائية أو بلائية بلازمية كلها موجودة في الدم وفي الليمف. أي مما يلي يمثل إحدى آليات المناعة الفطرية. طيب حدوث التهاب حاد، مناعة فطرية لأن ده خط دفاع تاني. تدمير الخلايا المصابة عن طريق البرفورين، ده تائية سامة، مناعة متخصصة. ارتباط الأجسام مضادة، مناعة متخصصة. انقسام خلايا الذاكرة برضه يعتبر مناعة إيه؟ مكتسبة وإيه؟ متخصصة. ما الخلايا الليمفاوية التي لها دور في المناعة الفطرية؟ طبعا القاتلة الطبيعية وأنت مغمض، خط دفاع تاني. ما الخلايا المناعية قصيرة العمر التي تعمل في حالة الالتهاب الحاد؟ قصيرة العمر هنا والتهاب حاد يبقى بيتكلم على الخلايا البائية، مش قصيرة عمر ولا حاجة. قاتلة طبيعية مش قصيرة عمر برضو، الخلايا الليمفاوية برضو مش قصيرة عمر، فتبقى الخلايا المحببة يعني.
إذا علمت أن الكورتيزون هرمون مضاد للالتهاب. ماشي. هي الخلايا سوف يتم تثبيت عملها، طبعا هو مضاد للالتهاب يبقى مضاد للهستامين، يبقى أي مضاد للخلايا الصري. أي مما يلي غير صحيح بالنسبة للمناعة الطبيعية؟ لا ينتج عنها خلايا ذاكرة، كلام صح لأن دي مناعة مكتسبة. تشمل عملية بلعمة للميكروبات والأجسام الغريبة، ده أكيد طبعا. تنتج بعض الإنزيمات المحللة ولا تشمل إنتاج الانترليوكينات؟ لا، هي دي مفيش انترليوكينات خالص، في إنزيمات محللة لأن في قاتلة طبيعية في المناعة الطبيعية، لكن الانترليوكينات دي خلايا تائية مساعدة وده مستحيل يبقى في المناعة الطبيعية. في رقم 79 بيقول لي أي الخلايا التالية لا يتم تحفيزها بواسطة خلايا مناعية أخرى؟ تمام، الصرية. الباقي كله بقية التائية مساعدة والتائية القاتلة برضو، والتائية المساعدة بيتم تحفيزها بواسطة التائية مساعدة أخرى. رقم 80 بيقول لي أي مما يلي ينطبق على الخلايا القاتلة الطبيعية؟ ماشي. تعمل فقط ضد الخلايا المصابة بالفيروس؟ لا، في خلايا تانية زي الخلايا السرطانية. تتعرف على المستضدات المرتبطة لا طبعا دي الخلايا التائية المساعدة اللي بتعمل كده. خلايا لمفاوية متخصصة؟ لا، غير متخصصة سبحان الله. تحتوي على بروتينات متحللة؟ ده كلام صح، هي بتنتج انزيمات محللة. بروتينات محللة مش متحللة، معلش. 31 بيقول لي في الشكل المقابل أي مما يلي ليس من الأدلة على وصول الفيروس للخلايا س؟ طالما وصل للخلايا س خلاص يبقى هو نجح في الدخول بقى. فشل الأغشية المخاطية أكيد فشلت طبعا، ما هي لو نجحت ما كانش هيبقى وصل هنا، فده من الأدلة. تمام كده خلاص. كفاءة عمل الأهداب التنفسية؟ لا، هو ده مش من الأدلة خالص، يعني لو شغالة كويس كان وصل، فبالتالي هو مش كفاءة خالص. إفراز الانترفيرونات؟ ده من الأدلة طبعا لأن ده بيمنع انتشار الفيروس. نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية برضو عشان تقتل الفيروس، وبالتالي ب هو الوحيد الذي ليس من الأدلة. من الشكل المقابل إذا كانت س تمثل خلية توجد في الأنسجة وصاد تمثل خلية توجد في الدم، بس هما الاتنين بينتجوا نفس المادة اللي هي الهستامين، يبقى س ده خلية موجودة في الأنسجة يبقى دي صارية، وصاد دي طبعا باين جدا من شكل النواة إنها قاعدية. جميل. أي الاختيارات غير صحيح. الخليتان س وصاد تنتجان نفس المادة، كلام صح. س وصاد تتبعان نفس خط الدفاع، ماشي، خط الدفاع التاني. الخلية س تمثل صارية وصاد قاعدية، ده كلام صح. س وصاد من الخلايا غير محببة؟ لا طبعا لأن الخلايا القاعدية تعتبر خلايا محببة. رقم 83 بيقول لي إيه؟ مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي ينشأ نتيجة إنتاج أجسام مضادة تهاجم العديد من خلايا الجسم مثل خلايا الدم وخلايا الرئتين. يعني المشكلة كلها إن بيتم إنتاج أجسام مضادة بتهاجم خلايا الجسم مثل خلايا الدم وخلايا مين؟ الرئتين. إيه أفضل وسيلة عشان نعالج بيها الموضوع ده؟ حقن المريض بمصل يحتوي على أجسام مضادة لما هو أساسا عنده مشكلة في إنتاج الأجسام المضادة، يعني هو بينتج أجسام مضادة. تثبيت إنتاج الخلايا القاتلة الطبيعية ملهاش علاقة خالص بالأجسام المضادة. استخدام مضادات هستامين ملوش علاقة بالهستامين، هتبقى تثبيت عمل بعض أنواع الخلايا البائية عشان نوقف إنتاج الأجسام المضادة. 84 بيقول لي ادرس الشكل المقابل ثم حدد إيه رقم التركيب اللي بيسبب نجاح الخلايا التائية في التعرف على الميكروب. طبعا الخلايا التائية بتتعرف من خلال المعقد اللي هو رقم 4، فتبقى الإجابة ج. إيه الأجزاء ستعتمد عليها الخلية بشكل أساسي في أداء وظيفتها؟ طبعا عشان تقوم بأداء وظيفتها على أكمل وجه لازم يحصل هضم أو التهام للميكروب. تمام كده خلاص، اللي هي رقم 7. تمام، ووجود ال MHC اللي هو رقم 5، وبالتالي تبقى الإجابة ج 5 و7. أي مما يلي ليس من وظائف السيتوكينات؟ زيادة معدل انقسام الخلايا؟ لا طبعا بتخلي الخلايا تنقسم. تنشيط إفراز أكيد طبعا لسه متكلمين عنها. زيادة إفراز الانترفيرونات؟ الانترفيرون ملوش علاقة خالص بموضوع السيتوكاين لأن الانترفيرون بيخرج من الخلايا المصابة. تنشيط الخلايا البلعمية أكيد لأنها بتحفز إنتاج الأجسام المضادة فبتحفز عملية البلعمة. طيب 86 أي مما يلي يؤدي إلى انقسام الخلايا البائية؟ ماشي، التعرف على الميكروب؟ تمام، لا. عرض معقد؟ لا برضو العرض ملوش علاقة. تنشيط؟ أيوه هي دي ج، موصلها الانترليوكين أو السيتوكاين. الارتباط بالمستقبل برضو إيه؟ مش هو السبب. ثانيا مستقبل CD4 ده اللي هو مستقبل في الخلايا التائية. 87 بيقول لي أي مما يلي ليس من خصائص الانترليوكينات؟ مواد متخصصة لنوع معين من الميكروبات؟ لا طبعا هي متخصصة بس مش لنوع معين، انت فاهمني، يعني هي بشكل عام بنستخدمها لكل ميكروب او في جميع انواع الكائنات الممرضة، ولكن شفرتها او تركيبها هنا غير تركيبها هنا، انت فاهم، فبالتالي الف هتبقى غير صحيحة. هي متخصصة ولكن مش لنوع معين، انت فاهمني، اصل في معنى كلمة تخصص لنوع معين يعني انا مش هستخدمها غير لما يكون النوع ده هو اللي موجود،
انت فاهم؟ لكن هي كل نوع ليه انترليوكين خاص بيه. تمام. تفرز من بعض الخلايا المناعية ولا تركيزها يزيد؟ طبعا هي بتفرز من بعض الخلايا المناعية، تركيزها يزيد يعني اكيد طبعا هيزيد. تنشط عملية انقسام الخلايا الليمفاوية ده اكيد، لانها بتحفز ايه زي الخلايا البائية والتهيئة المساعدة. من المخطط المقابل الاختراط بالجدول التالي يمثل ار بي كيو ار. طب بيقول لك كائن ممرض يحمل على سطحه التركيب بي. بي ده اكيد انتيجين مش جسم مضاد يعني، فبالتالي هستبعد الف وب. هروح للخليه كيو، عشان الخليه كيو تروح للخليه ار تحمل على سطحها بروتين يرتبط مع التركيب بي. يبقى ار دي خلايا تائيه مساعده وكيو دي خلايا بلعميه كبيره، فتبقى كيو خليه بلعميه وار خليه تائيه مساعده، فتبقى الاجابه دي. 89. أي الجزيئات التالية توجد على أسطح خلايا الدم البيضاء ووظيفتها إدراك؟ يبقى المستقبلات. إدراك الجزيئات اللي توجد على أسطح الكائنات، طالما إدراك كده يبقى أنت بتتكلم على مين؟ على المستقبلات. في 90 بيقول لي أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح للأحداث التي يتبعها الجسم لتكوين الأجسام المضادة. لازم تقرأ كل الاختيارات. تائية مساعدة بتنشط البائية، فالبائية تنقسم وتدي ذاكرة وبلازمية، والبلازمية تنتج أجسام مضادة. حتى الآن مفيش أي مشكلة في ألف. ب بيقول لي خلايا بائية فتنقسم وتدي بائية بلازمية وتائية مساعدة، لا طبعا مفيش الكلام ده. ميكروب يتعمل له بلعمة بواسطة الخلايا المساعدة، لا طبعا. ثانيا التائية المساعدة مين اللي هتنتج هستامين؟ ج غلط. بائية تنشط التائية المساعدة، يا راجل عيب، ده التائية المساعدة لو عرفت طريقك يلا. في 91 أي مما يلي غير صحيح. عن الاستجابة المناعية التكيفية. التكيفية دي اللي هي المتخصصة. كل خلية لمفاوية تمتلك مستقبلات خاصة على سطحها تمكنها من التعرف على أنتيجين معين. تمام. ولا عند ارتباط الخلية الليمفاوية، وأنا عايز العبارة الغير صحيحة. عند ارتباط الخلايا الليمفاوية بأنتيجين معين فإنها تنشط وتبدأ في الانقسام لتكوين خلايا منشطة. يقوم الطحال بالتخلص من الخلايا الليمفاوية، لا يعني دي اللي مش صح. تمام، لأن الطحال بيتخلص من خلايا الدم البيضاء الحمراء ولا إيه؟ مش الليمفاوية اللي بتفشل في الأرض، يعني الخلايا لو فشلت هيموتوها ولا إيه؟ تمام. بعض الخلايا الليمفاوية المتخصصة تنتج من خلايا ليمفاوية منشطة، طبعا زي اللي عندك الخلايا التائية الذاكرة والكلام ده كله. في 92 إذا علمت أنه أثناء الاستجابة المناعية يحدث الآتي، ورتبهم لك بقى، حطت لك كذا حاجة يعني، عايز الترتيب الصحيح. تدمير، إنتاج أجسام مضادة، ارتباط مستقبلات بالأنتيجينات، إنتاج العديد من الخلايا الليمفاوية، بقاء الخلايا الذاكرة. طب لازم تبدأ أول حاجة من ارتباط المستقبلات، تبدأ بسي، يعني عشان دي الوقت بتاع التعرف، لأن دي أول خطوة هي التعرف، فهتستبعد ألف وب. سي بي ولا سي دي؟ سي بي يبقى أنت هتنتج أجسام مضادة قبل ما تنتج الخلايا الليمفاوية المنشطة. لا طبعا أنت بتنقسم الأول بعد كده بتنتج أجسام مضادة، فبالتالي سي ثم دي بعد كده بي، فتبقى الإجابة د وليست ج. في رقم 93 بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح الاستجابة المناعية لطالبين تم حقنهما مرتين خلال 30 يوم بنوعين من التطعيمات. جميل. هنلاحظ ان الحقن عند الطالب التاني في حاجة غريبة، تركيز الأجسام المضادة عالي جدا وبسرعة جدا، ده ما اتحقنش بلقاح، ده اتحقن بمصل. أما الطالب الأول فأنت حقنته اكتسب مناعة أولية، بعد حقن تيست اكتسب مناعة ثانوية، بقى ده اتحقن بلقاح. المهم يعني حدد أي الاختيارات في الجدول التالي يمثل ما حدث للطالبين 1 و2 عند الحقن. طب احنا اتفقنا ان واحد اتحقن بأجسام اسمه ده 2 اتحقن بأجسام مضادة وبالتالي اكتسب مناعة قصيرة المدى، واحد اتحقن بلقاح فاكتسب مناعة طويلة المدى، ده كلام صح مفيهوش أي مشكلة. الطالب واحد تم الحقن ببلازما تحتوي على أجسام مضادة، لا طبعا، لأن أنا لو حقنته ببلازما تحتوي على أجسام مضادة كان زمان تركيز الأجسام المضادة عنده عالي وبشكل سريع، ما خدش الوقت ده كله، ما خدش حوالي 10 أيام، وبالتالي بقى غلط. ج تعرض الطالب واحد الأنتيجين سابقا قبل الحقن الأول، لا طبعا ما تعرضش على حاجة، لأن لو تعرض كان هيبقى دي استجابة ثانوية مش أولية. فعالية المناعة أسرع، هو فعالية المناعة طبعا العكس، ده في 2 أسرع من 1، وبالتالي ده الغلط. من الرسم المقابل ماذا يمثل حرف B؟ طب ايه ده حصل عنده استجابة أولية، وعندي B حصل استجابة أولية برضه، خد بالك، بس استجابة أولية لكائن ممرض تاني يعني. بداية نشاط الخلايا الذاكرة غلط، لأن نشاط الخلايا الذاكرة بدأ من عند النقطة دي كده. بداية زيادة الليمفوكاينات لتثبيط الاستجابة المناعية للأنتيجين A،
لا خالص، لا ده مش تثبيط خالص، لان التثبيط بدأ من اللقطة دي كده، بدأ من اول ما الاجسام المضادة بدأت تقل. لحظة التعرف على انتيجين جديد ولا انقسام الخلايا البائية بعد لا، هي تبقى دال. اصل لحظة التعرف على انتيجين جديد دي معناها ان انت لسه معاك شوية وقت عشان تنتج الاجسام المضادة. واخد بالك انت، يعني انت لسه هتتعرف بعد كده، انت فاهم، تعرض بعد كده الكلام ده كله على ما تنتج الاجسام المضادة هتاخد لك كام يوم لو ده انتيجين جديد، يعني تستوي نعاء اوليه. لكن انقسام الخلايا البائيه لان انت هتلاحظ ان عندي بيه تركيز الاجسام المضاده بدا يزيد على طول، معنى كده ان انت الخلايا البائيه انقسمت وانتجت بلازميه، والبلازميه هتنتج اجسام مضاده، فده اللي هي الاقرب يعني او الاصح. 95 بيقول لي في رسم بيان مقابل يوضح تركيز الاجسام المضاده في دم شخصين س وص. تم حقن احدهما بالاجسام المضاده لاحد انواع البكتيريا وحقن الاخر بنفس البكتيريا في صوره مضاعفه. ماشي، ماذا يحدث عند اصابه الشخصين بهذه البكتيريا في اليوم العشرين؟ طيب، واحد منهم اتحقن بالاجسام المضاده، ماشي، والتاني اتحقن الواحد اخد لقاح والتاني اخد مصل. ايه اللي هيحصل عند اصابه الشخصين بهذه البكتيريا في اليوم العشرين؟ ماشي، المفروض ان س ده يعني لما يصابوا بنفس البكتيريا في يومي العشرين، س ده اخينا ده على باب الله خالص، ده ما اكتسبش مناعه طويله الامد، وبالتالي هيضطر ان هو يتعرف ويستجيب، انت فاهم، فالمناعه بتاعته هتاخد وقت وتظهر على الاعراض. لكن صد عادي هيقاوم وهيشتغل، لانه كده كده اكتسب مناعه مسبقه اساسا عند لما حقناه بلقاح اول مره. فتركيز الاجسام المضاده في الشخص صاد سيظل ثابت، ولا الشخص س لن يكون اجسام مضاده لهذه البكتيريا؟ لا، هو هيكون عادي بس بعد فتره. الشخص س سيصل لاقصى انتاجيه من الاجسام المضاده بعد مرور 12 يوم من الاصابه. ده بالنسبه لس، مفيش اي مشكله انها استجابه مناعيه اوليه. شخص صاد سيصل لاقصى انتاجيه من بعد، لا طبعا ده خلال يوم او اتنين هيكون وصل لاقصى تركيز. اما حته بقى سيظل ثابت دي اساسا غلط، لان انت اساسا صاد بتنزل تمام لما تحقن بنفس المفروض ان هو يرجع يزيد ما يبقاش ثابت يعني، بالتالي الاجابه هتكون ج. في 96 بيقول لي الجدول المقابل يوضح تركيز 3 انواع من الاجسام المضاده كشفنا عنها في دم شخص قبل واثناء وبعد الاصابه باحد الميكروبات. ايه تفسير اعداد الاجسام المضاده في 1 و2 و3؟ واحد ده ما انتجش اساسا، التالت ده ملوش علاقه خالص بالنوع الكائن الممرض اللي جه يعني، وبالتالي خاص بمسبب المرض. ولا طبعا، لانه لو خاص بمسبب المرض المفروض كان عدده كان يزيد. تمام، غير خاصة بمسبب المرض ده كلام صح، وبالتالي هنستبعد ألف وهنستبعد ج، يا ب يا د. طيب نيجي الرقم 2، فضل ثابت ما زادش. كون ان هو موجود اساسا يبقى حصلت اصابة قبل كده. لو تركيزه زاد يبقى نفس مسبب المرض، لو تركيزه فضل ثابت يبقى هو ملوش علاقة بمسبب المرض ده، بس هو ليه علاقة بمسبب المرض قبل كده، وبالتالي هيبقى خاص بمسبب مرض سابق، وبالتالي هنستبعد ب ونختار د. اما طبعا 3 ده كان صفر زاد 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 وهكذا، يبقى ده خاص بمسبب المرض الحالي اللي هو حقناه، وبالتالي هتبقى الإجابة د هي اللي صح. في 97 بيقول لي أي الخلايا التالية سوف ينخفض عندها عددها بتأثير فيروس الإيدز؟ طبعا نقص المناعة المكتسبة، يبقى هو يهاجم خلايا تائية، تمام، هي المسؤولة عن يعني هيهاجم الخلايا الليمفاوية بمعنى أصح، عشان هو المناعة المكتسبة يبقى خلايا ليمفاوية. 98 أثناء تواجدك مع صديق في أحد الأماكن العامة، جه شخص مصاب بأحد الفيروسات وعطس في وشكوا، تعرضت أنت وصديق لنفس كمية الرذاذ، يعني أخذت نفس كمية الفيروس. بعد مرة عدة أيام ظهرت الأعراض على صديقك، ما ظهرتش عليه، يبقى أنت يا صديقي تعرضت للإصابة بالفيروس قبل كده، عشان كده ما ظهرتش عليك أعراض لأن استجابتك كانت ثانوية. أما صديقك ده الله يمسيه بالخير تمام كده لسه بيتعرض لأول مرة، عشان كده ظهرت على الأعراض. فصديقك عنده أعداد قليلة من الخلايا الصارية ملهاش علاقة. كان لديك خلايا ذاكرة، أيوة أنت كان عندك خلايا ذاكرة. صديقك لديه خلل في لا طبعا ما عندوش خلل ولا حاجة، ما فيش عندي دليل على حدوث خلل يعني. لديك حساسية ضد هذا الفيروس، وانت لو عندك حساسية كان زمانك رحت فيها. في 99 في شكل المقابل س وصاد وعين عبارة عن 3 خلايا لمفاوية. حلو، ما المادتين 1 و2؟ لو اعتبرنا س خلايا تائية ممكن نعتبر عين ممكن اصل بص انت عندك المادة 1 دخلت جوه دي سموم لمفاوية، بس سموم لمفاوية يبقى انت هتعتبر صاد دي تائية سام. مين بيقولك ان 1 دي سموم لمفاوية؟ ج.
مفيش غيرها فتختار ج. طب هنعتبر 2 انزيمات، ما انت لو اعتبرت 2 انزيمات يبقى دي قاتلة طبيعية، يبقى فعلا كلامه صح ان دول 3 خلايا لمفاوية، تائية سامة لمفاوية وتائية مساعدة لمفاوية والقاتلة طبيعية لمفاوية. 1 سموم لمفاوية تنفع مفيش مشكلة. طيب ما ينفعش ليمفوكاينات، لان انت التائية المساعدة اكيد مش هتنشط التائية المثبتة عشان تنتج ليمفوكاينات يعني. طيب لو اعتبرنا 1 بيرفورين برضو ما ينفعش، ان البيرفورين بيهاجم الغشاء الخارجي ما بيدخلش جوه، والسيتوكاينات نفس الكلام ما بيدخلش جوه. نروح للسؤال اللي بعده. إذا علمت أن المصل الذي يحقن به المريض يحتوي على أجسام مضادة لمسبب المرض، أما اللقاح بيحتوي على مسبب المرض، أي مما يعتبر صحيح؟ المصل مناعة موروثة ولا اللقاح مناعة موروثة؟ المصل يمثل خط الدفاع الثاني؟ لا طبعا. اللقاح يمثل مناعة مكتسبة، ده كلام صحيح، مكتسبة طويلة الأمد. 101 بيقول لي يستهدف فيروس كورونا المستجد خلايا الرئتين بشكل أساسي، يتم مقاومته بعدة طرق، أي الاختيارات بالجدول يعبر عن نشاط الفيروس وآليتي المناعة المسؤولة عن القضاء عليه من خلال الرسم. المهم يعني س وصاد وعين. خلينا الأول نتفق إن المناعة الفطرية دي شغالة لله في لله، يعني أول حاجة هتشتغل تمام، وبالتالي هتبقى عين بالنسبة لي دي مناعة فطرية، طبعا بناء عليه هنستبعد ب وج. طيب صاد بقى نشاط الفيروس، لأن أنت طالما هيبدأ نشاط الفيروس لما يتخطى المناعة الفطرية، وبالتالي هنعتبر إن صاد نشاط الفيروس، وبالتالي هنستبعد أ وهنختار د. طبعا س أكيد مناعة تكيفية أو مناعة مكتسبة يعني. على فكرة هو بيلعب على لعبة واحدة بس، ان انت لو طالما عارف ان س دي مناعة مكتسبة ودي اكيد لانها اخر واحدة هتشتغل، واللي هي اول ما تزيد اساسا ان الفيروس نشاطه هيقل على طول، فهتختار د وانت مغمض لان هي الوحيدة اللي فيها ايه س مناعة مكتسبة. اللي بعد كده بيقول لك ايه مراحل استجابة الجسم لدخول فيروس ما، ادرسه جدا ثم اجي. طبعا س وصاد وعين ولم ومناعة فطرية ومناعة مكتسبة ودين. ماذا تمثل س وصاد ولم؟ نمسك س مناعة فطرية وش خلاص، يبقى هنستبعد ب لان بيقول ان س تركيز الخلايا التائية السامة، ونستبعد أ لان الاجسام المضادة مناعة مكتسبة، وهنيجي بقى عندي ج ودال. طيب هاجي بقى لصاد. صاد برضه مناعة فطرية، فمش هينفع اقول تركيز الخلايا التائية المساعدة لان دي مناعة مكتسبة، وبالتالي هستبعد ج واختار د. نيجي بقى اللام، لام مناعة مكتسبة فينفع تركيز الاجسام المضادة، مفيش اي مشكلة، موضوع بسيط. طيب في السؤال اللي بعده 103 بيقول لي ايه؟ رسم البيان المقابل يوضح التغير في درجة حرارة لشخص مصاب بالملاريا خلال 10 أيام من مهاجمة خلايا الدم الحمراء. قدرت كم عدد دورات المناعة الخلطية؟ ادي دورة 2 3 4 5 5 دورات. تقول لي عرفت منين؟ ما هو بيقول لك الزمن بالأيام ودرجة الحرارة، كل ما درجة الحرارة تعلى معنى كده ان هنا في استجابة مناعية عالية، كل ما درجة الحرارة ما انت هيبقى في سموم كتيرة، فده اللي هيخلي ايه الجسم بقى يزود يحفز عملية المقاومة، وده اللي بيرفع درجة حرارة الجسم. في أي من الفترات لا يكون للأجسام المضادة دور في مقاومة مسبب المرض. واي وام، لأن هنا الأجسام مسبب المرض هيكون جوه خلايا الدم الحمراء، فمش هتقدر الأجسام المضادة تعمل له أي حاجة، تبقى الإجابة ب. في 104 بيقول لي الشكل المقابل يوضح كيف يهاجم الفيروس ويتكاثر داخل خلية العين. ادرسه في المراجع. ليه من أول ما بيهاجم يرتبط يحقن المادات الوراثية يتكاثر مش عارف ايه يتحرر. اي حاله يمكن ان يؤدي الانترفيرون وظيفته لما تكون الخليه مصابه، والخليه هتبقى نقدر نقول عليها مصابه بدايه من مرحله 2، فبالتالي هيبدا يقوم بوظيفته من 2. لكن 3 خلاص الماده الوراثيه اتحللت، فبالتالي ايه مفيش اي لها، مش الخليه اللي هنا المصابه مش هتقدر تعمل اي حاجه. ونفس الكلام 4 في اي مرحله او مراحل الجسم المضاد ما بيكونش ليه اي دور، طالما الفيروس جوه الخليه مش هيقدر يقوم باي حاجه، فبالتالي هتبقى 2 و3. لكن 4 الفيروس بره اهو، و1 الفيروس بره. ما أفضل طريقة للدفاع حدثت في المرحلة رقم 3؟ انترفيرون ماشي، نشاط خلايا تائية سامة، خلايا بقية بلازمية، استجابة للالتهاب. بس 3 البقية البلازمية مش تنفع، مش تعمل معاك أي حاجة لأن الأجسام المضادة ملهاش لازمة. استجابة للالتهاب كان زمن وجبر، كان المفروض من بدري. الانترفيرون زي ما اتفقنا هو في 2 مش في 3. أما في 3 هنا ما قدامكش الخلايا التائية السامة، تيجي تقتل الخلية المصابة بالفيروس اللي جوه. ده كان آخر سؤال معانا في حل أسئلة كتاب الامتحان على المناعة. تمام كده، بفضل الله أتمنى إن احنا نكون إن شاء الله يعني إيه فدناكم بأي حاجة. وفي النهاية صديقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب الأهلي يكسب أفريقيا، ونيجي الفيديو اللي جاي نحتفل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.